عمرك حسيت إنك بتشتري حاجة مش محتاجها وبعد ما تشتريها تلاقي نفسك مش مبسوط برضه؟ اوعى تفتكر إن ده صدفة، لأ، ده جزء من لعبة كبيرة اسمها الاستهلاك، واللي بتأثر على حياتنا من واحنا صغيرين لحد ما بنكبر. اعمل لايك واشترك في القناة وتعالى نعرف ازاي ممكن يشتري حاجات مش محتاجينها. الكاتب بيقول هو عنده 9 سنين كان في أرض فاضية جنب بيته، ما فيهاش مباني ولا أي حاجة. كان بيلعب في الأرض دي بالساعات هو وأصحابه من غير ما يزهق. لكن مع مرور السنين الأرض اتملت مباني والدنيا اتغيرت، وبقى في حاجات جديدة زي الألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، والنتيجة إن اللعب اختفى. تيم كيسر وهو باحث نفسي أمريكي مهتم بالبحث في القضايا المرتبطة بالقيم البشرية بيحكي نفس المشهد تماما. بيقول وهو صغير كان قريب من شاطئ فاضي من كل حاجة إلا من لعب الأطفال، لغاية لما غيروا المكان اللي قدام الشاطئ لمول تجاري، وبعدها بدأت تتحول معاه كل حاجة. فبعد لما كان حلم الأطفال هو الأماكن الفاضية واللعب بلا قيود، وكان أكبر حلمهم يشتروا عجلة يلعبوا بيها، بقى حلم تيم زي كل الأطفال إنه يروح المول ده ويشتري كل الألعاب اللي فيه. لو سألت أي طفل النهاردة إيه هي السعادة، هيقولك طبعا شراء اللعب والأكل والحلويات وحاجات تانية كتير. احنا فعلا عايشين في عصر استهلاكي بيقولك لو عايز تبقى سعيد لازم تستهلك أكتر، وكل يوم في جديد بيجبرك تشتري. طيب مين ورا اللعبة دي؟ الكاتب بيقول إن التسويق والإعلانات بيبيعولنا وهم الحرية ويدوك إحساس إنك بتختار، مع إن الحقيقة إنهم بيمشوك زي ما هم عايزين. في الثلاثينات كان في واحد اسمه إدوارد بيرنز. الراجل ده يعتبر من أوائل اللي اخترعوا فنون التلاعب بعقول الناس عن طريق الدعاية والإعلان. بيرنز حكى في مذكراته عن تجربة غريبة جدا عملها مع شركة السجاير الأمريكية في الوقت ده. كان التدخين بين السيدات عيب وممنوع بشكل اجتماعي، فبيرنز فكر ازاي نخلي الستات يدخنوا من غير ما يحسوا بالذنب، وراح استشار محلل نفسي، والراجل قال له ان السجاير ممكن ترمز عند الستات لحاجة اسمها مشاعل او وقود الحرية. وفعلا بيرنز خطط لموقف في عيد الفصح سنة 1929 في نيويورك، وجاب مجموعة بنات من طبقة راقية وبعت لهم تلغراف بيقول من أجل المساواة بين الجنسين ومن أجل كسر آخر القيود اللي علينا قررنا نوقد مشعل الحرية بتدخين السجاير واحنا ماشيين في الشارع. وبالفعل البنات خرجوا دخنوا علنا في الموقف، والصحافة قلبت الدنيا. الصور انتشرت من نيويورك لحد سان فرانسيسكو، والستات في كل أمريكا بدأوا يدخنوا قدام الناس، وبقى الموضوع عادي جدا. بيرنز فهم ساعتها إن العادات القديمة ممكن تنهار تماما بمجرد فكرة ذكية تنتشر في الإعلام. لكن الموضوع ما كانش مجرد تدخين، لا، ده كان تدخين من نوع محدد من السجاير اسمه لاكي سترايك. وهنا بدأ الشغل الصح. علبة لاكي سترايك كانت خضراء واللون الأخضر وقتها ما كانش موضة. يبقى إيه الحل؟ بيرنز قرر إن يعمل ثورة باللون الأخضر، حاجة كده زي إيه اتحضر للأخضر. عملوا حفلات كل ديكوراتها أخضر، أكل أخضر، شرب أخضر، جابوا خبراء علم نفس وفن بيتكلموا عن جمال اللون الأخضر. مجلات الموضة بدأت تكتب الخريف أخضر والشتاء أخضر. حتى شركات الملابس والديكور بعتوا آلاف الرسائل للمصممين يقولوا لهم ركزوا على اللون الأخضر. وفجأة اللون الأخضر بقى موضة في أمريكا كلها، فساتين خضراء وألوان خضراء. حتى المجلات وعلى القناة الأولى الأمريكية ببرنامج صباح الفل يا أمريكا نزلوا أجلفة باللون الأخضر. والمضحك هنا إن حتى المنافسين استسلموا. شركة كيمن نزلت إعلان بواحدة لابسة لبس أخضر وأحمر نفس ألوان علبة لاكي سترايك بالظبط، وده اعتراف ضمني إن لاكي سترايك بقت أيقونة الموضة. الخلاصة إنك تحس إنك حر وبتختار بمزاجك، لكن الحقيقة إن الإعلام والدعاية ساعات بيحددوا لك أنت هتلبس إيه وهتشرب إيه وهتدخن إيه من غير ما تحس إن في حد بيوجهك. الكاتب بيقول إن الطفل بيتسحب من حياته البسيطة لحياة أكبر بكتير زي الألعاب الإلكترونية والفيديوهات والريلز. وفي تجربة كندية اتعملت على مجموعة أطفال وقسموهم فريقين. الفريق الأول اتفرج على إعلانين تجاريين للعبة معينة، والفريق التاني ما شافش أي إعلان خالص. وبعدها العلماء عرضوا عليهم اختيار غريب جدا، وهو بيقولوا للطفل قدامك 2 تلعب معاهم. الأول طفل لطيف هادي ومؤدب مش بيأذي حد بس مش معاه اللعبة اللي في الإعلان، والتاني طفل مشاغب مؤذي صعب التعامل معاه لكن معاه اللعبة اللي شافوها في الإعلان. تخيلوا ايه اللي حصل؟ الأطفال اللي شافوا الإعلان اختاروا الطفل المؤذي. ليه؟ علشان معاهم اللعبة اللي عايزينها. لكن الأطفال اللي ما شافوش الإعلان اختاروا الطفل اللطيف. يعني الإعلان مش بس خلاهم يحبوا اللعبة، لأ، الإعلان غير أولوياتهم بالكامل، خلاهم يفضلوا اللعب مع طفل مشاغب ومؤذي على حساب راحتهم وسعادتهم لمجرد ان معاه اللعبة اللي شافوها في الإعلان. وده بالظبط اللي بيعمله الإعلان فينا.
بيزرع جواك رغبة ملحة لدرجة انك تختار حاجات ضد مصلحتك وضد سعادتك وضد صحتك كمان، بس علشان اقتنعت ان الحاجة دي هي سر السعادة. والموضوع مش بيقف عند لعبة ولا سلعة، لأ، الإعلام يقدر يغير قيمك واتجاهاتك وحتى منظومتك الفكرية كلها. والأعجب بقى إن حتى اللي فاهمين اللعبة دي ممكن يقعوا فيها. أنا شخصيا لو رحت مول وببقى عارف كل الحيل اللي بيعملوها ومع ذلك بلاقي نفسي متأثر، بشوف منتج بحس إن هو مختلف عن أي حاجة تانية، وإن هو مش مجرد منتج عادي، لأ، ده شيء لازم أخده دلوقتي، ولو ما خدتوش أخرج حاسس إن في حاجة ناقصاني ومتضايق وابقى عايز اجيبه. شفتوا قد ايه آلة الاعلان قوية؟ والمشكلة انك بتفتكر انك بتختار بحرية، لكن في الحقيقة حد تاني هو اللي بيوجه اختياراتك وانت مش واخد بالك. الدكتور عبد الوهاب المسيري حكى موقف رهيب وفي نفس الوقت خطير جدا، والكلام ده هتلاقيه في كتابه بعنوان رحلتي الفكرية. الدكتور لما راح امريكا مع مراته كانوا لسه عايشين بنفس المعايير اللي اتربوا عليها في مصر ايام الخمسينات. من ضمن الحاجات دي ان لحمة الفراخ كانت وقتها قمة الهرم الغذائي بالنسبة للحوم، يعني أكل فاخر من الآخر. ليه؟ غالبا لأنه كان أغلى من اللحوم التانية، وبالتالي أي حد بياكل فراخ يبقى عايش برفاهية. المهم إن الدكتور ومراته كملوا في الوهم ده حتى بعد ما سافروا أمريكا، ما خدوش بالهم إن الفراخ هناك رخيصة جدا مقارنة بباقي اللحوم، وفضلوا معتبرينها لحمة من الآخر، لحد ما في يوم زارتهم صديقة أمريكية والست قالت كده بنمرة مملة: أنا راجعة البيت أطبخ لوبيا بيضة وفراخ لجوزي. الدكتور استغرب جدا، هي ليه بتتكلم كأنها تطبخ أكل فقراء؟ سألها، ومن هنا كانت الصدمة. عرف إن الفراخ في أمريكا هي أرخص اللحوم وإنها آخر حاجة من حيث الجودة. ومن اللحظة دي طعم الفراخ اتغير في بقه، كان شايفها قبل كده أكل ملوكي وفجأة بقت رخيصة في نظره، لدرجة إنه ما بقاش ياكلها إلا لما بيكون الدنيا مزنقة معاه. وهو نفسه كان بيضحك من التحول ده، لكن في الآخر اضطر يعترف المجتمع هو اللي حدد له معنى الطعم والقيمة من غير ما يحس. والموضوع ما وقفش عند الأكل، الدكتور بيحكي وبيقول إن بيحب جدا السفر بالطيارة وبيشوفها فرصة للراحة، يقرا جورنال، يشرب قهوة، يقعد يتأمل، وكان دايما بيسافر عادي بالدرجة السياحية. لكن جه يوم وشاف إعلان لشركة طيران، والإعلان ده كان ذكي جدا، وهو عبارة عن صورة راكب في الدرجة الأولى ممدد رجليه ومرتاح على كرسي واسع، وبعدها صورة راكب في الدرجة السياحية متعذب، الكرسي ضيق وجاره بيخبط فيه من غير قصد. ومن ساعتها كل مرة يركب الدرجة السياحية ما بقاش مرتاح زي الأول، بقى بيشوفها مؤلمة. وخلي بالك ده اللي بيقول الكلام ده دكتور عبد الوهاب المسيري، يعني واحد واعي ومدرك جدا للتأثير الإعلامي، فما بالك بالناس العادية اللي بيتعرضوا يوميا لإعلانات ملهاش نهاية بتغرقهم في منتجات وأفكار جديدة. فإحنا بقى في الزمن ده وسط كل الإعلانات اللي بتطاردنا 24 ساعة، إزاي ممكن يكون شكل تأثيرها علينا من غير ما نحس؟ عايزين قبل ما نترمي كلنا في دوامة الاستهلاك لازم نسأل نفسنا سؤال بسيط جدا: هو أنا فعلا محتاج الحاجة دي؟ إحنا عايشين في عالم صاخب مليان دعايات وصور وإعلانات بتصرخ في وشنا طول الوقت: اشتري، غير، الحق العرض. لكن في وسط كل ده في ناس بدأت ترجع لنمط مختلف، نمط اسمه الحياة البسيطة، أو اللي بيتقال عليه بالإنجليزي مينيماليزم. الفكرة ببساطة إنك تعيش على قد احتياجاتك الحقيقية من غير زيادة، مش كل شوية تغير موبايل، مش كل ما يطلع موديل جديد من العربية أو اللبس تجري تجيبه عشان تحس إنك مواكب التطور. اسأل نفسك قبل ما تخرج الفيزا وتدفع: ليه أنا بشتري الحاجة دي؟ إيه الفرق الجوهري بين الجديد والقديم؟ هو حياتي فعلا هتتغير للأفضل ولا الموضوع كله كان ميزة شكلية زي كاميرا أعلى أو شاشة أحلى؟ وهل أنا فعلا كنت حاسس إن عندي مشكلة قبل الإعلان، ولا الإعلان هو اللي صدعني وأقنعني إن في مشكلة لازم أحلها بالشراء؟ لو جربت تطبق الأسئلة دي على كل قرار شرائي هتكتشف إن نص اللي تشتريه أصلا مش احتياج، ده مجرد جوايا. والموضوع مش بس فلوسك، ده كرامتك واستقلالك. عقلك ملكك أنت، اختياراتك من حقك أنت، محدش المفروض يتحكم فيها غيرك أنت. الإعلانات ممكن ترشدك بشكل عام، لكن اختيار لبسك وموبايلك وحاجتك اليومية ده قرارك أنت لوحدك. وعلشان كده من أهم علامات الأمم المتطورة إن أفرادها بيعرفوا يوفروا، وإن الادخار مش بخل، بالعكس ده قوة، القوة اللي هتخليك تبني مشروعك وتحقق حلمك وتشتري اللي محتاجه فعلا، مش اللي بيضحكوا عليك بيه في الإعلانات. والأجمل إن القرآن نفسه نبهنا للموضوع ده: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. خد بالك ربنا ما قالش إن المبذرين بيتوع الشيطان، لكن قال إنهم إخوانه. ليه؟ لأن المبذر زي الشيطان بالظبط، بيغوي غيره وبيفتنه،
ويوقعوا معاه في نفس الدوامة. وده أخطر ما في الموضوع، إنك مش بس بتضر نفسك، لأ أنت كمان بتأثر على اللي حواليك. اللي قادر يقلدك هيقلدك، واللي مش قادر هيحسدك ويحقد عليك، وساعتها أنت تبقى سبب فتنة للناس من غير ما تحس. قبل ما تمد ايدك وتشتري، اسأل نفسك: أنا اللي اخترت ولا السوق اللي اختار لي؟ وعلى قد ما تقدر خليك سيد اختياراتك، مش عدل الاستهلاك. اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.